اهلا وسهلا بكم. عشان اغلب الاسئله اللي بتجيلنا في اللايف وفي الكومنتات بتكون اسئله جاوبنا عليها قبل كده بخصوص الاسئله بتاعتكم ما بعد عمليه التصحيح ان شاء الله. فانا هاجمل كده شويه اسئله 40 سؤال هجاوب عليهم. ولو اي حد بعد كده عايز يسال على اي حاجه يرجع للفيديو ده، هثبته فوق، هخليه من الفيديوهات المثبته وانت ترجع له على طول. طيب، اول سؤال: امتى بتتحسن الرؤيه بعد عمليه الليزك؟ الموضوع مختلف على حسب العمليه، فالليزك السطحي مثلا ممكن ياخد وقت شويه، الفيمتو ليزك ممكن يكون بياخد وقت اقل. طيب، عملية أو واحد سن صغير ممكن يكون الاستشفاء بتاعه سريع، على عكس واحد كبير ممكن يكون الاستشفاء بتاعه بطيء. واحد مقاساته عالية غير واحد مقاساته صغيرة، فهيحس بتحسن بسرعة. واحد كان بيلبس نظارة، واحد عمره ما لبس نظارة. طيب، خلينا نقول إن في خلال ساعات بيكون في بعض التحسن، طبعا مختلف من حد للتاني. السؤال التاني: هل طبيعي ان تكون الرؤيه مشوشه بعد العمليه؟ ايوه، بيكون في شويه زغلله او شبوره، واحده واحده بتتحسن ان شاء الله. ده بسبب ان القرنيه بتكون متورمه شويه ما بعد الليزر اللي اتضرب عليها، وكذلك بيكون في سوائل او ميه اللي احنا بنغسل بيها العين، دي بتكون برضو ما بين الشريحه وما بين القرنيه. والحاجه الثالثه ان بيكون في جفاف عين. السؤال الثالث: بحس بحرقان او بالم بسيط، هل ده طبيعي؟ طبيعي جدا بعد العمليه، او حاسس ان في رمله او حاجه زي كده. ولو عامل ليزر سطحي هتحس ان الموضوع ده اكتر وبدأ يبقى فيه وجع شويه، فكل ده طبيعي. في نقطة دم على بياض العين، ده خطر خالص، مفيش أي خطورة، وده غالبا بيكون في عمليات الليزك بسبب الآلة اللي بنمسك بيها أو بنثبت بيها القرنية، بتضغط على القرنية شوية، فممكن شعيرة دموية طلعت نقطة دم، ده طبيعي وهيروح لوحده، مفيش فيها أي مشكلة خالص. بعد كده السؤال اللي أنا قلته: في إحساس بوجود رملة في العين، ده طبيعي، يا إما بسبب وجود عدسة لاصقة أو بسبب جفاف العين. عيني بتحكني جدا، اعمل ايه؟ اوعى 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 تفرك في عينك بالذات في اول اسبوع. هتعمل ايه؟ هتحط من القطره المرطبه كتير، حط منها كذا مره، وان شاء الله باذن الله الموضوع هيتحل. لو انت لابس عدسه لاصقه بتقول للدكتور، والدكتور بيشيلها لك، لانها بتزود الاحساس ده. لحد ما تروح للدكتور، ايه اللي تعمله؟ كتر من القطره المرطبه، ان شاء الله تحط منها كل 5 دقائق. السؤال اللي بعد كده: هل ممكن افرك عيني؟ اطلاقا. اول اسبوع ما تفركش في عينك، سواء عامل ليزك او فيمتو ليزك اللي فيها شريحه، او عامل ليزر سطحي اللي ما فيهاش شريحه، فرك العين في اول اسبوع ممنوع. السؤال اللي بعد كده: نسيت احط القطره في ميعادها، هل في مشكله؟ مفيش مشكله، هنحط القطره تاني دلوقتي. احنا مش بناخد القطرات بتاعتنا بالتايمر، مش ظابطينها زي المضاد الحيوي، لما تفتكرها خدها وبعد كده ثبت ميعاد. ممكن الناس تظبطها كل ساعتين، ممكن الناس تظبطها مع الاذان، ممكن الناس تظبطها مثلا من ساعه ما اصحى لساعه ما انام، ال5 مرات اللي احنا بنقول عليهم، او على حسب ما الدكتور بتاعك قايل. الدكتور قال لي البس نظاره شمس، هل هلبسها جوه البيت في كل العمليات؟ لا، انا بلبسها بره البيت بس، عشان الشمس القويه ممكن تضايقني وتعمل لي حساسيه. انما العمليه الليزر السطحي انا ممكن البس النضاره جوه البيت لو حاسس ان الاضاءه مضايقاني. طب انت لو عامل عمليه والاضاءه مش مضايقاك ومفيش وجع ومفيش اي حاجه، مفيش اي مانع انك، مفيش اي داعي اسف انك تلبس نضاره الشمس في جوه البيت. ممكن اخرج في الشمس بعد العمليه؟ احنا عاده بنحتاج ان احنا نرتاح شويه. لو في حاجه ضروريه ان انت ممكن يعني مشوار ضروري هتعمله، مش قادر ان انت تقعد في البيت ولازم تنزل، البس النضاره الشمسيه بتاعتك. اقدر امارس الرياضه بعد قد ايه؟ بعد اسبوعين. ويا ريت الرياضه بتاعتنا تكون بالتدريج، يعني لو هلعب كوره مثلا، لا بالراحه، احافظ على نفسي، ما اخشش براسي مثلا العب هيد او اي حاجه زي كده، انا مش عايز لسه حاجه تخبط في القرنيه بتاعتي. بالنسبه للجيم ممكن برضو اسبوعين وابدا واحده واحده. انا ببقى خايف من الاول ان انت عينك تزغلل، عينك تحرقك، الكلام ده كله، انما ان شاء الله مش خايف بعد العمليه، على العمليه بعد اسبوعين. انا بخاف من الخبطات اكتر. اقدر استحمى واغسل ايه وشي امتى؟ انا بالنسبه لي انا بقول بعد اسبوع من العمليه. ينفع اصلي وانا لسه عامل عمليه؟ طبعا صلي عادي وانت عامل العمليه، ممكن اول يوم او اول يومين تصلي وانت جالس، عشان ما يعني نتجنب التوطيه او حك العين او اي حاجه زي كده يعني. ينفع استخدم الموبايل بعد الليزك؟ على عكس ما الناس متخيله، ينفع عادي بس باعتدال يعني. لا هنقول لك هنسحب الموبايل منك، ولا في نفس الوقت هنقول لك ان انت تقعد عليه ليل ونهار، احنا مش عايزين نرهق عينينا في الفتره الاولانيه. هنيجي للشق التاني ما بعد العمليه. انا شايف هالات او شايف وميض او شايف اضواء حوالين النور، حوالين مصدر النور، هل ده طبيعي؟ طبيعي جدا وبيروح بالوقت ان شاء الله. عيني بتنشف بسرعه، هو ده جفاف العين؟ ممكن يكون جفاف العين. فانا هعمل ايه في الفتره الاولانيه اللي مش بغسل فيها وشي؟ بشرب ميه كفايه قوي، وبحط من القطره المرطبه. طيب ما بعد غسيل الوجه هبدا ان انا اغسل وجهي وادخل ميه بارده جوه عيني، والدكتور بتاعي ممكن يكتب لي على فيتامينز، سواء فيتامين اي او اوميجا 3.
رؤيتي مش واضحة زي ما توقعت. هل ده فشل في العملية؟ إطلاقا، رؤيتك هتتحسن بإذن الله، وبتتحسن تدريجيا. وأغلب الناس اللي كانوا بيشتكوا من المشاكل أو الشكاوى اللي انتوا بتشتكوا منها دي رجعوا اتحسنوا بعد كده ونظرهم بقى كويس. احنا كدكاترة في الأول الواحد بيخاف ويتخض لأنه ما عندوش خبرة. عيان بيشتكي لا يبقى فيه مشكلة، بعد كده لما بتبدأ تتابع الناس، كل الناس اللي بتشتكي دي بتلاقوا ان هم اتحسنوا بعد كده، فبيتكون عندك ثقة ويقين في الله. طبعا ده ما هو لازم يبقى موجود كده كده، ان العملية هتتحسن، وان بقدرة ربنا وحده اغلب الناس اللي عندهم شكوى هتروح ان شاء الله. في فرق ما بين العينين في الرؤيه. طبيعي جدا، كل عين من عينينا عضو مختلف عن التاني. الاتنين لا متشابهين في المقاس ولا متشابهين في العمليه حتى، ولا متشابهين في بروفايل الاستشفاء. ودايما في عين اقوى من العين التانيه حتى لو المقاسات واحده. يعني لو دي ماينس 2 ودي ماينس 2، دي بتشوف 6 6 ودي بتشوف 6 6، في عين بنسميها العين السائده. وعرفتكم بنعملها ازاي، ان احنا لما بنغطي عين من عينينا في عين دايما المخ بيختارها عشان يشوف بيها، سواء في التنشين او في العين السحريه او في حاجه زي كده. فده طبيعي ان عين تسبق العين التانيه. ممنوع اقارن خالص ما بين العينين. ممكن النظر يرجع يضعف تاني، اغلب الحالات ومعظمها النظر ما بيرجعش يضعف تاني، فاطمن، مش عايزين يبقى تفكيرنا سلبي. هل ممكن احتاج البس نظاره تاني بعد شويه؟ في اغلب الحالات مش محتاجين اي نظارات تاني. ممكن احتاج البس نظاره قراءه لو انت سنك فوق ال 40، انما غير كده ان شاء الله. انا مش شايف كويس بالليل، هل ده دائم؟ لا برضه. انا كان عندي نفس المشكله، انا عامل ليزك يا جماعه وكان عندي نفس المشكله وعارف الشكاوى بتاعتكم دي. باذن الله الرؤيه الليليه بتتحسن. كل اللي عليك ان انت تصبر، ما تقارنش ما بين عينين، شيلها من دماغك خالص زي ما انا عملت، هتلاقيها راحت ان شاء الله. هل اقدر البس عدسات لاصقه تاني بعد الليزك؟ لو انا مضطره مثلا عايز البس عدسه تجميليه او حاجه زي كده، ممكن بعد شهر من العمليه. انا عملت العمليه ولسه شايف نفس العيوب او لسه شايف نفس النظر اللي انا شايفه، هل محتاج اعاده؟ ده معتمد على جوده النظر بتاعتنا. انت ممكن مثلا تكون كنت بتشوف 6 12، فانت دلوقتي بتشوف 6 12. بالنسبه لك ان انت كده ما حسنتش النظر، بس بالنسبه لنا احنا كدكاتره انت وصلت لاقصى قدره عينك تتحمل. في ناس بيكون عندهم كسل ونظرهم بيتحسن شويه. فالعبره في الموضوع ده لما يعدي عليا 3 شهور بروح للدكتور اشوف المقاسات بتاعتي اتصلحت بالكامل ولا لا. هنخش في شق تاني من الاسئله. هل ممكن يحصل التهابات بعد الليزك؟ احنا بنكون واخدين قطره مضاد حيوي وقطره مضاد الالتهابات والكلام ده كله. فكون ان يحصل التهابات قويه ده خالص مش متوقع، ولكنه ان حصل فاحنا بنكون جاهزين له بكل انواع القطرات والعلاجات. نصيحه لاي حد بيعمل عمليه: ما تعملش عمليه وانت عندك سخونيه، ما تعملش عمليه وانت في جسمك ميكروب او بتكح او اي حاجه، لازم يكون جسمك سليم. ده في اي عمليه في الجسم عموما. سمعت ان في ناس بتصاب بقرنيه مخروطيه بعد الليزك، ده حقيقي. مش بتصاب بقرنيه مخروطيه، هو بيكون عندهم قرنيه مخروطيه ولكننا لم نشخصها. يعني هو عنده قرنيه مخروطيه كامنه منتظره اي حاجه عشان تيجي، او كانت كده كده هتيجي، بس لما عملنا الليزك سرعنا الموضوع. وده فايده التشخيص. التشخيص الجيد واجهزه الفحص الحديثه بتبدا تفلتر للناس اللي مش هينفعوا يعملوا العمليه. ايه هو الفرق ما بين الليزك العادي والسطحي والفيمتو سمايل؟ كلها عمليات بتهدف ان انا اوصل لنفس نسبة النظر بتاعنا، بس في فرق ما بينهم في طريقة عمل العملية. يعني الليزر العادي انا برفع غطا من القرنية وبصلح النظر. الليزر السطحي ما فيهوش اي غطا خالص، الليزر بينزل على القرنية يصلح النظر على طول. طب الفيمتو سمايل ما فيهوش اي غطا ولا تصحيح من سطح القرنية خالص، ده تصحيح داخلي من داخل طبقات القرنية. الفيمتو بيفصل لي طبقة من جوه طبقات القرنية، لما اشدها كده القرنية بتاعتها التحدب بتاعها يقل فاشوف كويس. مين هو الاكثر امانا؟ وهل انا كنت مناسب للعمليه اللي اتعملت لي؟ طبعا الاسئله بتاعت الحكمه المتاخره دي مش عايزينها، احنا عملنا العمليه خلاص. كل الاسئله دي بنسالها قبل العمليه. طب مين الاكثر امانا؟ كل عمليه من العمليات دي ليها ميزه. يعني مثلا الليزر السطحي عمليه امنه جدا، بس مش مثلا مناسبه للناس اللي مقاساتها عاليه قوي، او مش مناسبه لمقاسات طول النظر. الفيمتو سمايل كويس بس مش مناسب برضو للمقاسات العاليه، ومش مناسب مثلا لو في استجماتيزم عالي. الليزك ممكن يكون حل كويس، بس لو القرنيه بتاعتي رفيعه ممكن ما يكونش جيد. الفيمتو ليزك ممكن يكون مناسب لطول النظر والاستجماتيزم والناس اللي قرنيتهم رفيعه نسبيا. يعني كل واحد ليه العمليه المناسبه ليه. انا عملت العمليه مش هفكر خالص ايه اللي كان ينفع لي وايه اللي ما كانش ينفعني، خلاص جو اون وفكر لقدام ما تفكرش لورا. هل الليزك بيمنعني من اي عمليه مستقبليه للعين؟ لا خالص. حتى انا ممكن اعمل عمليه تصحيح مره تانية، ولو عايز اعمل مثلا لا قدر الله واحد جاله ميه بيضاء، كنا زمان بنقول ان الليزك ده بلخبط لي في المقاسات، دلوقتي لا، بقى في اجهزه لاي حد عامل ليزك قبل كده بتطلع لي مقاس العدسه مظبوط.
هل ممكن يحصل مضاعفات متاخره؟ والله في الاغلب ان شاء الله لا باذن الله. انا ما شفتش حد بعد ما عمل ليزك مثلا 3 4 شهور حصل له حاجه، ما دام انا مطلع الحالات اللي فيها ضعف او اشتباه في ضعف قبل العمليه. غير كده ان شاء الله باذن الله مش هيحصل حاجه. هل الليزك بيؤثر على ضغط العين او العصب البصري؟ ده لو واحد عنده جلوكوما فانا غالبا مش هعمل له عمليه. لو واحد عنده مشكله في العصب البصري فغالبا انا مش هعمل له عمليه. هل الليزك بقى من لا شيء كده بيعمل ضغط عين او جلوكوما او عصب بصري مشكله؟ لا ان شاء الله باذن الله ده مش هيحصل. هنخش بقى على الاسئله اللي بعد كده. هل احتاج نظاره قرايه لما اكبر في السن؟ كلنا عند وقت معين هنحتاج نظاره قرايه. الليزك بيخليني اشوف البعيد كويس، ما لوش علاقه بالعضله بتاعه القراءه اللي جوه العين. هل ممكن اعمل ليزك تاني بعد كام سنه؟ الاغلب مش محتاجين، بس الامكانيه موجوده، الليزك ممكن يتعمل كذا مره. هل العمليه بتؤثر على الحمل والولاده؟ خالص، مفيش اي مشكله. اللي عندها قرنيه بتاعتها رفيعه او اشتباه في مخروطيه او سمك القرنيه قليل بنفضل ان هي تولد قيصري. هل ينفع اعمل عمليه وانا عندي سكر او ضغط؟ ولا. يعني لازم يكون سكرك مظبوط عشان جسمك وعينك، مش عشان العمليه. والتراكمي بتاعك كويس عشان العمليه بقى. ما يفضلش ان يكون عندك جفاف عين قوي، او ما ينفعش اسف يكون عندك جفاف عين او عندك مشكله في الشبكيه. ما انت لو عندك مشكله في الشبكيه وبتحسن النظر بس المشكله دي عماله بتزيد، واحد عنده مثلا بدايات نزيف هيحصل له نزيف بعد كده فالرؤيه هتقل، فهيقول ايه ده الليزك السبب. فاحنا لو في مشكله مش بنعمل عمليه الليزك، بنحاول نحل المشكله الاول. هل ممكن اعمل ليزك لو عملت العمليه قبل كده وفشلت؟ ينفع ان انا اكرر العمليه مره تانية واصلح المقاسات بتاعتي اللي ما اتصلحتش. طيب اسئله بقى نفسيه وعاطفيه. انا ندمان ان أنا عملت العمليه، ارجع البس نظاره؟ خلي بالك الندم مش بيحل حاجه. احنا اهم حاجه لما بناخد القرار بتاعنا بناخده بعد دراسه وبناخده بعد فحص وبناخده بعد استخاره ربنا. فالندم مش مفيد في اي حاجه. ممكن في واحد يتبقى له درجه او درجتين فيلبس لهم نظاره، بالذات الناس اللي كانت مقاساتها مثلا عنده 11 و12 درجه. فده لما يرجع يلبس درجه او درجتين ده انا مش بعتبره ان دي مشكله، انا حليت لك 70 او 80% من المشكله. بالذات ان في بعض الناس اساسا انا ببقى مختار ان انا اصلح لهم 70% او 80% او 90% من المقاس، عشان تصحيح 100% هيرجع النظر يضعف مره تانيه. انا حاسس بقلق دائم من فقدان النظر فجاه بعد الليزك، ده طبيعي؟ ده مش طبيعي خالص. هي احاسيس بتجيلنا، افكار بتجيلنا زي ما انا بقول دايما، او زي ما دكاتره الطب النفسي بتقول لنا. احنا الافكار دي احنا ما اقدرش اتحكم في الفكره اللي داخله جوه دماغي، بس انا اقدر اتحكم ازاي هتصرف فيها بعد كده. فمفيش لا يعفي يعني كل اللي احنا بنعمل فيه ده مش هيفيدنا في حاجه. تمام. هنستعين بالله ان شاء الله باذن الله ده مش هيحصل. مفيش حد هيصاب بالعمى فجاه بعد ما عمل العمليه ان شاء الله. اطمن. انا غلطت لما استعجلت وعملت العمليه. نفس الموضوع برضو، ليه ليه جلد الذات؟ احنا عملنا العمليه ان شاء الله. خلاص الحكمة المتأخرة دي مش عايزينها. احنا في الأول بنشوف الدكاترة بتاعتنا وبنستخير ربنا، نشوف دكتور واثنين وثلاثة لحد ما اوصل لحد انا واثق فيه، اتوكل على الله، اعمل العملية وخلاص انا ما اضايقش نفسي بعد العملية. اخر حاجة، هل ممكن اكون من الواحد في المية اللي بتفشل معاهم؟ احصائيا ممكن، بس يعني لو نسبة نجاح العملية حاجة و90%، انا ليه هبقى من ال2%؟ ما دام انا ان شاء الله فحوصاتي كانت كويسة وعملت العملية وكل حاجة تمام، خلاص شيل الكلام ده من دماغك. حاجه نسبتها 1%. عارف زي نسبه ايه؟ زي نسبه مثلا ان انت لو معدي الشارع هتنزل طياره من فوق والسماء هتقع عليك. في حد بيفكر كده؟ مفيش حد بيفكر في الحاجات النادره ان هي هتحصل. عيش حياتك، اطمن. ان شاء الله باذن الله احنا موجودين كدكاتره، والطب موجود والعلم موجود باذن الله. اغلب الحالات او اغلب المشاكل اللي بتحصل بعد عمليه الليزك او كلها ليها حل باذن الله. بس اتمنى كده في الفيديو الطويل ده، مش عارف حد كمل للاخر ولا لا، اتمنى اكون جاوبت على اغلب اسئله الليزك. هسيب الفيديو ده فيديو مثبت عشان لو حد بعد كده رجع له او سالني حاجه هقول له راجع الفيديو المثبت. واي حد قبل ما يخش العمليه يشوف الاسئله دي. شكرا وعلى دعمكم، واسف على الاطاله. كان معاكم دكتور محمد جوده، مع السلامه.